أحا أحا والله العظيم أحا بإيه؟ أحا بالثلث، أحا بالثلث، أحا بالثلث. ازيكم عاملين ايه وايه اخباركم؟ وحلقه جديده من برنامجكم المحترم الموقر المهذب الملتزم بكافه المعايير الاخلاقيه والغير اخلاقيه. احا كوره كالسم العلويه، كالسم العلويه تاني من ماتش اكسبه 4-5 وكسبان 2-0 وراكب الماتش اتعادل 2-2 في الاخر، اللي هو كالسم العلويه اللي هي ما فيهاش غير كده. ده دلع علوية، سميه زي ما تسميه. خرا 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 بجد خرا. واقسم بالله دي حاجه تبدن. ماتش خلاص 3 بونت اهم يعني وبره ارضك، وانت اللي جايب جونين، جون يخرج غلط. ثم انت النهارده دلوقتي يعني انت بعد ما دخل فيك الجون التاني ضغطت وضيعت فرص. ما تنزل كده من الشوط الاول يا عم، انزل كده من الشوط التاني قصدي. ما تضغط عليه يا عم. فرقه تعبانه، فرقه وضيعه زي دي تاخد منك بونت ليه؟ عمر فرج ده وظيفته ايه في الماتش اصلا؟ ده حتى الجون اللي جابه والجون فاضي، والجون فاضي حاططها عاليه كانت ممكن تخرج. ايه الملل ده؟ ايه الزناري ده؟ ايه يا زيزو؟ ايه يا عم؟ العب معانا بقى يا عم، يا عم العب معانا بقى، زهقنا. ايه القرف ده؟ ماتش تاخد فيه 3 بونت بالمرتاح وانت راكبه يا باشا. 2-0 ليك قشطه على الواقف. انزل يا باشا اضغط زي ما ضغطت كده بعد ما دخل فيك الجون التاني. هتجيب التالت الماتش خلص. لا يا باشا ازاي؟ ما يبقاش الزمالك يا عم. امال هيتحرق كالسم دمنا ازاي يا عم؟ لا ده انا جون يخرج يفتي يخش فينا جون، وواحد يغلط يخش فينا التاني، ويلا بقى ونبتدي الاكشن ونبتدي السسبنس. ليه يا عم؟ في ماتش مش مستاهل يا عم. السم الجلطه يعني، دي حاجه تبطن. ماتش بتاعك انت يا عم. 3 بونت من فرقه وضيعه زي دي على ارضها كان هيريح لك دماغك يا عم. لكن ازاي ما يبقاش الزمالك؟ ازاي يا عم؟ هو الزمالك يعيش كده، يعيش بالساهل كده ويكسب بره كده ويبيتنا كده ماتشين ورا بعض مبسوطين؟ ازاي يابا؟ لازم نبدن. اديني سنه علويه يا باشا. هو انت يا عواد ماتش و10 لا؟ انا ماليش دعوه باللي بيقعدوا بيقولوا ما نهدمش اللعيبه وما نعملش اللعيبه. انت بتاخد ملايين تغلطليش غلطه زي دي؟ مش لاك ده يمشي في يناير يا عم يا مش ناقص ابطال. مش لاك مين وعمر فرج مين يا عم؟ زناري مين يا عم؟ يا ناس ابطال. هو انتوا مستكترين يتقال عليكم جامدين؟ هي ماتش وماتش. ايه القرف ده؟ هو انت بتلاعب مين بقى؟ ده صن داونز مثلا؟ الترجي؟ دي فرقه وضيعه تكسبها 4-5. الناس اللي داخله خارجه تقول لك ايه؟ هارد لك وقدنا كويس. لا ولا قدنا كويس ولا خرا علينا وعلى ايامنا. احنا اتعادلنا في ماتش لازم كنا نكسب فيه. بطلوا بقى من يكت المشجعين دي. الحمد لله على النتيجه يا سيدي ونعم بالله، ما تخرجوناش من المله. بس ماتش بدون عشان المفروض تكسبوا. تعادل ايه مع دول؟ هي هيبتك هترجع ازاي يا عم؟ تكسب بره ارضك وتكسب جوه ارضك. ماتش في ايدك تضيعه ليه يا عم؟ بلبطان بقى. ولا عمر فرج ده مهاجم، ولا سيف الجزيري ده مهاجم، ولا حسام اشرف ده مهاجم. ويا اداره عاوزين مهاجم، يا اداره عاوزين مهاجم. ماتش النهارده فتوح، عبد الله السعيد، زيزو ما جاش بقى.
زيزو ما جاش وشكله متري وشكله مش معانا وشكلي فيها هنا، وده مش لعبك يا ابني، ده مش لعبك، الحسوكه دي مش لعبك. يعني مش عارفين في ايه بقى. احمد محمود كويس الى حد ما، مع ان انا مستغرب اللي انت يوم ما تجربه في ماتش في افريقيا بره ارضنا، بس الواد الى حد ما كويس مش وحش. مش عارف ايه عبد الله السعيد، يعني مش هنتكلم عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده يعني اقول ايه بس. عبد الله السعيد وفتوح بنتايج شكلك كان حلو، شكلك كان كويس وجبت جونين، لكن العلوية ما هو بقى ايه ده الزمالك العلوية، بشجعه بقى لي 40 سنة اهو، هو ده داؤه ده. الفريق الوحيد اللي هتلاقيه جايب 2 بره ارضه وعادي اصلا انه يتغلب في الاخر. عادي، انت تخيل التاني مش مطمن ليه؟ عشان ده الزمالك. لا حول ولا قوة الا بالله والله. فريق وضيع ياخدش منك بونت. مش عارف، مش عارف هنفضل كده لحد امتى بجد والله. لا لا لا، محدش يعذر اللعيبه، محدش يقول للعيبه حلوه لا والله اديته كويس، لا مفيش انتوا اتعادلتوا، ده غلط، ده غلط. ماتش ده مكسب، انت المفروض النهارده خارج كسبان. ما تبقوش جمهور علق، ما تبقوش جمهور قلبه علق. عواد معلش يا جماعه، وقد مين يا عم الحاج؟ ده لو اتعملت في ماتش مهم دي ركبنا المراجيح. هو ايه اللي بيفرق جون؟ خبره من جون ما عندوش فكره، من ناشئ. هيفرق في ايه؟ الحاجات